الاهلي والاهلي الاهلي كان بيلاعب نفسه لمده 45 دقيقه، وبعد كده جاله ضيف رحب بيه شويه وعطاله واجبه. الضيف فكر ان هو هياخد البيت، بس الاهلي قال له لا، عندك. حتى دي الاهلي ما هنهوش عليها. ان في ناس تطلع تقول لك الاهلي كسب الشوط الاول 3 والزمالك كسب الشوط الثاني 1. اما الاهلي قال له حتى الواحد بتاع الشوط الثاني اعتبرني متعادل معاك فيه، عشان الزمالك بسيناريو جديد يتفوق على نفسه ويتفوق على كل الفرق اللي شالت بالثلاثه، ويجي هو ويشيل بالاربعه. حد لشوق لحاجة؟ ايه؟ يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة صار الليل. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الحلقه دي. انا مصطفى الشاعر، ودي حلقه جديده من برنامج كوتش الغلابه. الاهلي في لقاء القمه للدور الثاني من دوري موسم 2022 2023 بيكسب الزمالك للمره الثانيه في الموسم. الدور الاول الماتش خلص 3-0 لما كهربا حط الجون صح. المره دي الاهلي بيكسب برباعيه، يعني مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، بأربعة. الزمالك جاب جون من ضربة جزاء. أنا بصراحة شايف إن فيها وعليها، بس أهي اتحسبت، فإحنا مش هنشكك في الذمم والنوايا ونقول إنها صحيحة. فرقت في نتيجة الماتش حاجة؟ لا خالص. بدليل إن الأهلي في البلس 90 بيجيب الجون الرابع عشان محمد شريف يتساوى مع أمير القلوب محمد أبو تريكة، ويبقى أحرز في لقاءات القمة 7 أهداف. قبل ما ندخل في تفاصيل الماتش، مع بداية الماتش اكتشفنا وفاة والد مروان عطية، فياريت ندعي له كلنا بالرحمة ويصبر أهله يا رب ويسكنه فسيح جنته. لما شفنا التشكيلة قلنا إن الأهلي نص ملعبه ممكن يهرب شوية. محمد فخري وأليو ديانج وقفشة ما لعبوش مع بعض، بس سبحان الله طلعوا لعبوا مع بعض. كولر كان بيلعبهم في التمرين باين، محدش فاهم. هما لعبوا مع بعض في الملعب، في التمرين، في نص ملعب الزمالك. هما لعبوا ولعبوا جامد قوي. بس شوف حكمته يا راجل، حكمة ربنا بقى، ان مين اللي يجيب الجوان؟ حسين الشحات، اللي الناس قعدت تتريق عليه وعلى تجديد عقده، وامضي للاهلي يا حسين، احنا نمضي في الاهلي من غير فلوس، وقعدوا يتريقوا على والدته اللي ربنا يخليها له يا رب ويرحم له والده. يجيب بدل الجون 2، عشان بدل ما يحط جون صح يحطه مرتين صح. وقبل ما الشوط الاول يخلص يجي معلول عشان كالعادة يحط الزغلول التالت بكورة بجد صعب عليا فيها محمد صبحي. في بند ما توقعوش رخم قوي على اي حارس مرمى، واللفه والسكرول اللي علي معلول حطه في الشوطه نفسها بجد يصعبها على اي حارس. بيخلص الشوط الاول والاهلي بيكون مضيع فرص كتير قوي، وفي العارضه ار2 بقى واحده كده من مجدي قفشه كانت هتفكرنا بالقضيه ممكن اللي عمرنا ما هننساها، ولا عمر الجماهير الزملكاويه هتنساها، لانها حدث تاريخي. بس ربنا ما بيوفقوش وما بتدخلش جون، وبتبقى كوره حلوه قوي، وانفرادات من كهربا بتضيع بسبب التسلل بقى وهو بيشوطها بره، كوره تتشال من على الخط، وهكذا. الاهلي كان قادر انه يخرج الشوط الاول ما لا يقل عن 5 ل6 اهداف، ولكن ربنا ما ارادش غير ب3 اهداف بس في الشوط الاول. نيجي بقى لبدايه الشوط الثاني ونلاقي اسوريو بيعمل 4 تغييرات مره واحده. فرقوا في اداء الزمالك بصراحه، فرقوا كتير قوي. هل حسنوا بقى الاداء وبقى فيه خطوره على الاهلي؟ لا خالص، عادي. هم فرقوا في اداء الزمالك ان هي بقى شكلها فرقه، انما بالنسبه لفرقه النادي الاهلي فضلت زي ما هي، عادي بيلعبوا بهدوء وباقل مجهود. يا جماعه اي حد بيفهم كوره كده ب 2 جنيه بس هيعرف ان الاهلي الماتش ده بجد ما بذلش مجهود عشان يكسب الزمالك. دي حاجه تفرحني كاهلاوي اكيد، ولكن في نفس الوقت برضو تزعلني على كل اخواتي وحبايبي الزملكاويه، لان فريقهم بالشكل ده. حقك عليا يا امي والله، فريقك هو اللي جايب لك الكلام. ولكن نادي الزمالك في حاجه لتغيير شامل بقى. ننسى بقى الاساطير الوهميه، ننسى اللعيبه اللي ملهاش لازمه. في لعيبه نقول لها شابوه على اللي انتوا بتعملوه، لان هم بيطلعوا نار من بقهم بس لوحدهم، زي زيزو مثلا.
بصراحة بيجتهد. انا كاهلاوي اتمنى واحد زي زيزو يبقى عندي في الفرقة، دينامو في الملعب، يمين تلاقيه، شمال تلاقيه، في النص تلاقيه، مهاجم تاني تلاقيه، بيعمل كل حاجة. بس يا ولداه، هيعمل ايه لوحده؟ معلش، في ناس جنبه ميتة، ناس جنبه ما بتلعبش، نصيبه وقدره وقعه جوه نادي الزمالك، اللي ان شاء الله في يوم من الايام هيقوم. لان احنا كاهلاويه فعلا بنحب ان نادي الزمالك يبقى قوي، عشان نحس ان احنا بننافس فرقه. اصل احساس انك عشان تبتدي تنافس تروح افريقيا، اللي هي بتاخدها برضه عادي جدا يعني. اللي مش واخد باله، على فكره يا جماعه، الاهلي لغايه دلوقتي ما خسرش ولا ماتش في الدوري. هل دي بقى قوه من الاهلي ولا ضعف من المنافسين؟ الناس هتقول لك مش عارفين. لا، بس احنا عارفين الاهلي جامد، بدليل انه لسه واخد افريقيا. اهم حاجه من مجلس اداره الاهلي هي كانت الحفاظ على كولر، وفعلا حافظوا عليه وجددوا له عقده. وكولر لو فضل بنفس العقليه والدماغ دي وقراءته للمباريات وهي بتتلعب وما قبل المباريات كمان، باذن الله هيبقى مانويل جوزيه جديد، ان لم يكن احسن بكتير كمان. مبروك رجاله النادي الاهلي، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، وهارد لك بجد، هارد لك من قلبي لكل جماهير نادي الزمالك والناس اللي بجد بتحب الفرقه، مش الناس اللي هي هزازي الرؤوس، ولا الناس اللي بتدور على مصلحتها، ولا الناس اللي ماسكه اشتراكات النادي. وبمناسبه الفوز بقى، ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، شغل جرس التنبيهات عشان يجيلك الجديد اول باول، وانزل اكتب لي في الكومنتات تحت عاش النادي الاهلي، عاش رجاله النادي الاهلي. وباذن الله جماهير النادي الاهلي قادره توصل الفيديو ده نقول ل 1000 لايك، وعدد الاشتراكات في القناه يزيد بسبب ماتش زي ده. جماهير النادي الاهلي قادره تعملها. انا اهلاوي والفخر ليا. اهلاوي انا